بالنسبه للكهرباء بنلتزم بمقاسات الفرش اللي في ال2 دي، احنا كل ده ما دخلناش مرحله ال3 دي، احنا كل ده ملتزمين بال2 دي. فانا عامل السرير مثلا وليكن 180 سم، فعندي بعديه كومود، الكومود مثلا عرضه وليكن 50، يبقى محتاج العلبه بتاعتي تكون فين؟ فوق الكومود مباشره على طول، ما تكونش مترحله يمين او شمال او فوق او تحت. ولازم كل العلب تكون ايه؟ متوحده مقاساتها، ما عدا الاثنين بتوع الكومود وما عدا الحاجات اللي هي ايه؟ مفتاح السقف او في حاجه ديكوريشن، دي الليفل بتاعها على حسب الديكور. لكن الستاندر بتاعي ان انا اشتغل على ايه؟ البرايز العاديه بتاعت الخدمه مستوى واحد، الكومود يكون مستوى واحد، مفاتيح التحكم الكنترول الاناره مستوى واحد، مفاتيح بتاعت الشاشه بتكون مستوى واحد. اول حاجه بحدد الاماكن اللي انا هشتغل فيها، هنا سرير يبقى يمينه كومود وشماله كومود، يبقى فيهم ايه؟ علبتين. ده اول حاجه. تاني حاجه ببدا ان انا اعرف من العميل او من المكتب الفني، بعرف هل في تليفون جنب السرير ولا لا، هل في لقمه انترنت ولا لا، ببدا اعرف ايه المطلوب بالظبط وابدا بناء عليه اسس. اول حاجه بعد ما نحدد الاماكن اللي احنا هنشتغل فيها، حددت هنا السرير، ببدا ان انا اقصر. بعد ما اقصر ابدا ان انا اثبت العلب بتاعتي على ايه؟ على البؤج، على وش البؤجه. بعد كده ببدا ان انا اسحب الخراطيم بتاعتي. الخراطيم ممكن حته ظاهره اهي، الخراطيم دي ايه؟ بيمشي فيها الاسلاك. بعد ما اسحب الخرطوم واثبته ببدا ان انا اسحب الاسلاك بتاعتي. عاده ان احنا بنستخدم سلك 2 مللي و3 مللي و4 مللي، ماشي. ال 6 مللي ده حاجه سبيشال على حسب لو حاجه فيها حمل. ال 2 مللي بنستخدمه في ايه؟ الحاجات اللي هي ايه؟ تحت كلها، كل الحاجات الخفيفه. 3 مللي وال4 مللي بنستخدمه فين؟ المطبخ والحمام للسخانات الحاجات الثقيله. ال 6 مللي لو في حاجه مثلا تكييف 5 حصان، لو في سخان فوري السعه بتاعته ثقيله، الحاجات دي هي موصفه ان هي 6 مللي. لكن عاده 2 و3 و4 كيلو 1.5 مللي بنستخدمه امتى وفين؟ في الفينشنج وفين؟ في السقف، في السبوتات، في الحاجات اللي هي ايه؟ الخفيفه. بس ده بالنسبه لايه؟ التوزيع بتاع الاسلاك.